مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا مامي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حرام عليكم، نشفتوا دم من الخوف. ليه بس يا فريدة؟ يعني يا فؤاد مش شايف اللي بيحصل في التحرير؟ ايوه يا روحي، ما احنا لسه جايين من هناك انا وشروت. بقول لك ايه، احنا اتظاهرنا وهتفنا وعملنا كل اللي علينا، خلاص مفيش مظاهرات بعد كده، مفيش تحرير. ليه بس يا مامي؟ ده حتى بيقولوا ان هما بكره هيعملوا. مفيش بكره، مفيش بعد بكره، خلاص طالما مفيش شبكة نت ومفيش شبكة موبايل مفيش نزول للتحرير. ليه بس يا فريدة؟ ما احنا كنا عايشين من 10 15 سنة ومفيش موبايلات وكنا عايشين عادي جدا. يا فؤاد الظروف ما كانتش زي دلوقتي، حرام عليكم والله العظيم، نشف دمي، كنت هموت من الخوف، كنت خايفه في اي لحظه البلطجيه يجوا يكسروا الباب يسرقوني يقتلوني، حرام عليكم. خلاص يا حبيبتي، انا مش نازل مظاهرات تاني. انكل خلاص يا مامي مفيش نزول تاني. يا نهار ابيض، انا مش قادره اصدق البلد ما بقاش فيها بوليس، ده كده مفيش امان. تعرف ان ممكن كده بلطجي يدخل علينا ويسرقنا؟ عربيتي يا نهار اسود ممكن يسرقوها. استني بس يا ياسمين اسمعي، تمنع الدراجات البخاريه من المرور. ده بيقول لك ان هم هيعملوا حاجه اسمها لجان شعبيه وكل واحد ينزل يقف مع جيرانه. بقول لك ايه، انا نازل. نازل رايح فين؟ هنزل اقف مع الجيران. تقف مع جيراني؟ هو انت تعرف حد اصلا؟ لا بس يعني اكيد هنتعرف، على الاقل ان احنا عربياتنا. ملعون ابو العربيات، ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي. اعمل ايه بس يا ياسمين؟ بلا تعمل بلا زيف، تفضل قاعد جنبي. على اوامر عليا انا اهم سياسي واضح. تعليمات جات لنا بالانسحاب من الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا على بيوتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. وسيادتك يا فندم؟ انا مش هسيب هنا لغايه الامور ما تهدى تماما. واحنا معاك يا فندم. لا ارجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وانا لما احتاج لكم هبقى اكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم، يلا يا شيف بيه. تمام يا فندم، تحت امر سيادتك. هذه كانت مشكلة محلها سريعا، ومن ثم عاد الاستقرار. لكن الآن الرئيس مبارك يواجه موقفا غير مسبوق. فجأة المظاهرات تندلع في مدن مختلفة بمصر تم فيها تحطيم مقر. الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. كده يا ايهاب برضه كل ده تاخير يا ابني من غير ما تقول لنا ولا تسيب لنا خبر؟ معلش يا ماما سامحيني. طب يا اخي كنت تتصل بينا بالتليفون طمنا عليك. يا بابا ما هي شبكه الموبايلات كانت واقعه. يا سلام، ما تليفون البيت اهو. معلش فاتتني دي، الاحداث كانت ماشيه بسرعه رهيبه، الواحد ما كانش عارف يفكر. المهم ان انت بخير. الحمد لله، طول ما مصر بخير انا بخير. بس مفيش نزول تاني. اديك شايف الضرب اللي في الشارع. مفيش نزول تاني يعني ايه؟ ده انتوا المفروض اللي كنتوا تنزلوا. يا ابني ده احنا عواجيز. عواجيز؟ في التحرير كان في ناس اكبر منكم بكتير، انا سبتهم وجيت وهم فضلوا بايتين هناك. ما اقدرش اقول لكم على اليوم كان تاريخي، اليوم كان عالمي، وهما بيغنوا في نفس واحد سلمية سلمية. ولا وقت الصلاة كانوا مئات الالاف وهم بيقولوا الله اكبر في نفس واحد، كان جسم الواحد يقشعر. الله، فعلا مصر خدت خطوة لطريقها للتغيير. ده ايه الفقر ده؟ وانا يا رب كل ما استأذنها تتسرق مني؟ ده ايه اللي حصل الكلمة ده؟ اتسرقت؟ ايوه يا سيدي اتنيلت. انا كمان اتسرقت. اكيد طلعت. لا مش طلعت، انا عارف مين اللي سرقني. مين؟ سوسو بنت الكلب. ادي الاشكال اللي انت بتجيبها عنا. وبعدين انا بشفر بكح تراب. انا مفيش قدامي غير ان اروح اقعد عندهم اليومين دول، مفيش قدامي غير نعمل كده. امك ايه؟ طب وانا والحكومه اللي بره؟ يا ابني هو في حكومه في البلد؟ انت ما سمعتش ان الشرطه كلها انسحبت؟ يبقى انا بقى هنروح لياسمين. ازاي يعني؟ هتروح لها ازاي؟ ما احنا اتفضحنا في كل القنوات وفي كل المجلات وفي كل الجرايد. لا يا عم، دي لسه مراتي، اكيد وحشها يعني، انا عارف انها متحبش تنام لوحدها، هتظبطني. هي سهام ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟
اصلها مش ناويه ترجع البيت النهارده. معقوله؟ طب هتبات فين؟ هتبات في ميدان التحرير مع المتظاهرين. ليه كده؟ اصلها خايفه تخرج ليقبضوا عليها، فاضطرت بقى تجيب خيمه وتبات مع زمايلها في الميدان. يا مجنونه يا سهام. لا يا اختي انا مش حامل كده، انا كلمت امي في البلد النهارده بهدلتني عشان ما روحتش، انا مسافره بكره. انا كمان لازم اسافر، وخصوصا ان القعده هنا لوحدنا اصبحت خطر علينا جدا. وكمان ماما كلمتني في التليفون وقالت لي ان مش هيجي لها نوم لحد ما تشوفني قدام عينيها الصبح. ربنا يستر علينا وعلى البلد من النهارده لحد بكره. يا رب يا رب يا رانيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجاله. غالي على فين يا شباب؟ رايحين بيتنا. طب وايه اللي جايبكم هنا؟ احنا واخدين شقه مفروشه هنا. شقه مفروش؟ وايه بقى اللي مخليك واخد شقه مفروش هنا ما دام ليك بيوت تروح عليها؟ يا شيء هو تحقيق ولا ايه؟ مالك؟ ايه النمره الغريبه دي؟ طب ممكن بطايقكم بقى؟ هو انا مش عارف بصراحه انت متعصب ليه يعني؟ احنا شباب زي بعضينا يعني، عيب تعلي صوتك، ما انا ممكن برضه اعلي صوتي ونخش في خناقه مع بعضينا. يا ابو الشباب على دماغنا من فوق، بس دي لجنه شعبيه، احنا عاملينها عشان نوقف البلطجيه والناس اللي هربت من السجون، عشان ما فيش حكومه. لا ما انت الراجل ده عامل الصح. لا انت صح. طب هو الشوارع كلها بقى يعني كل شارع عامل برضه الصح؟ كله هيعمل معاك الصح. يعمل معانا ليه يا عم؟ احنا مش شمال. تمام يا عم، انت راجل صح والرجاله دي كلها صح الصح. طيب ماشي، احنا بص احنا نسينا نجيب حاجه من البيت، هنرجع نجيبها ونرجع لكم تاني. لو عايزين حاجه قولوا لنا. احنا لو مره هنا لو في اي حاجه بس كلمه السر. ماشي. شبشبي ضاع. بقول لك ايه احنا مش هينفع، الدنيا كلها مقلوبه، احنا نرجع المكنه بتاعتنا وقدر ما حصلش. ايه ده ايه يا اخي القرف ده؟ امتى بقى الواحد يغور ويهرب من البلد دي؟ واحد قرف. تغور فين يا غالي؟ انت ايه هتغب بره وتسيبني ولا ايه؟ هروح لندن، هروح اعيش مع ابويا هناك. مش احسن من السواد اللي احنا لسه هنشوفه هنا. لندن ايه؟ لندن ايه يا خالتي؟ ايه يا غالي؟ قرع ونوزي منين؟ انت معكش كواسي اشفور. عندك حق، بس معلش هنتصرف، احنا بنغلب يعني. مش كل مرة تسلم الجرة. لسه موضوع التليفونات ده ما اتحلش، ده مفيش موبايل شغال في البلد. شفت انا كشك كده واحنا بنجري في تليفون ارضي، انا هطلع اتسحب كده خفافي اضرب مكالمة لياسمين هيتشنا. روح دالي، خلي بالك على نفسك.